هدم بيت أم السحورة بالعراق تحديداً في البصرة، وأنا بتكلم على الفيديو اللي انتشر الحين عند العراقيين على موضوع بيت كامل يمارسون فيه السحر والشعوذة وشغلة جديدة حلوة بعد الرذيلة. وبقول لكم معلومات ما انقالت من وسائل التواصل أو الأخبار العراقية، خلكم معاي بقول لكم شغلة. الفيديو هذا المنتشر شفنا كلنا البيت كله مجهز حق سحر وشعوذة ومسخرة لأبعد مدى، وما اكتفوا على كذي يسوون أماكن حق يعني الوناسة والحركات رذيلة بين قوسين. فهمكم كافي. تدرون الشيء اللي ما انقال لكم بالتلفزيون شنو هو؟ اللي قاعد يمارسون عليهم هذه الأمور سذج، وانا اسف اذا انت حسيت نفسك ساذج، لكن خليني اتكلم بصراحه. اعمال السحر والشعوذه قانونيا هي نصب واحتيال مالي، يعني انا ابيعك وهم وانت تعطيني فلوس باختصار. واكبر دليل ان الظاهر الجماعه فلسوا وصاروا ياجرون المكان بالساعه، وفهمكم كافي المره الثانيه اقول لكم اياها. ومو بس كذي، اكيد هذا المكان منتشر على نطاق اقليمي، يعني زباينه مو شرط يكونون عراقيين، والله اعلم. لكن يثبت لنا ان كل ساقط له لاقط، بمعنى ان في وايد بين قوسين اغبياء، وانا اتكلم كوصف وليس كاهانه، يعني يحبون يروحون لهذه الاشكال اللي قاعد تنصب عليهم ويقصون عليهم. زين بقول لكم شغله، لا في سحر مذكور، ادري انا عارف، بس اذا كان في سحر شلون ما عرفوا راح يتم القبض عليهم يهدمون البيت؟ رقم اثنين، اذا ينسجنون، انا لو مكانهم وساحر اسوي لي طلسم وحركات سريعه واتحول قنفذ وانحاش من السجن. بس في احد سواها؟ لا. انتوا تبون تصدقون الشيء اللي بمخكم، لكن اللي يتعامل مع هذيل او اللي يصدق هذيل انا اسف، اغبياء الوصف وليس اهانه.